السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا في افضل حال يا رب، وصحة وسعادة وهنا وراحة بال، ودايما كده زايدين مش ناقصين بإذن الله. النهاردة يا جماعة انا هعملكم اكلة صعيدية ابا عن جد بنتوارثها جيل بعد جيل، وابتدت بقية المحافظات والقاهرة تعرفها مؤخرا وابتدت تعملها في بيوتهم. أكلة جميلة جدا، أتمنى تجربوها وإن شاء الله هتعجبكم. الشلولو الصعيدي بتاعنا جميل يا جماعة، المعمول من الملوخية الناشفة. مكوناته سهلة جدا وبسيطة، وأكلة صحية طبعا عشان بتعمليها فيها بصل وفيها طماطم وفيها كل حاجة، فصحية جدا. أتمنى تجربوها إن شاء الله هتعجبكم. البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. معايا بصلاية مقطعة قطع صغيرة، وطماطماية قطعتها قطع صغيرة، وعصرت ليمونتين، عصير ليمونتين، ونص معلقة توم مهروس، وده اختياري، لو مش حابة التوم ممكن ما تحطيهوش، وملح وكمون يا جماعة. والمية بقى اللي هعمل بيها الشلولو سهلة جدا زي ما انتم شايفين، مكونات سهلة وبسيطة جدا. البداية بقى جبت الملوخية بتاعتي الناشفة زي ما انتم شايفين كده، ببتدي بقى احطها في مصفى تكون خرومها ضيقة عشان تفركها لي صغير جدا، وافركها كويس جدا وغربلها بقى زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما اخلصها خالص بجيب الغربالة اللي انا بغربل بيها الدقيق، ولازم اديها بقى غربيلة كده بسيطة عشان لو فيها اي حاجة كده ولا كده تطلع معايا زي ما انتم شايفين كده. ولازم بقى نعميها بالشكل ده. دي فركان الملوخية الناشفة المظبوط اللي مش هتلاقيه غير عندنا هنا في الصعيد، عشان احنا مشهورين جدا بالملوخية الناشفة وبندرسها في بيوتنا، مش بنشتريها، بتشتريها في عندنا في القاهرة، واختي ساكنة في القاهرة عندها أزمة في الحكاية دي، ان بتشتريها من أسواق بتلقاها ممررة او ليها ريحة كده مش حلوة او مدعوكة قوي، بيعملوها بالخلاط. لا، فهي دي الطريقة المظبوطة جدا عندنا في الصعيد. البداية بقى حطيت المية في الطبق زي ما انتم شايفين كده، وحطيت نص معلقة الثوم، ونزلت عليهم بالبصل، وحط الطماطم، كل المكونات احطها كلها في المية زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده احط الليمون، عصير الليمون والتوابل. وبعد كده بقى هنزل عليهم بالملوخية الناشفة، وتركين بقى بالمعلقة زي ما انتم شايفين كده. بالمعلقة انا حطيت حوالي 4 معالق وطلعت مظبوطة. بقى انت بقى تحطي بالتدريج عشان بقى عايزاها سمكها تخين او سايبة شوية، فانا لقيتها 4 معالق لقيتها مظبوطة جدا. وادي مكونات سهلة جدا، وزي ما بقولك صحية، لان فيها بصل وطماطم بقى، وكله معمول على الساقع كده، مش غالية على البوتاجاز، لا. صحية جدا وخفيفة جدا. انا عن نفسي طابخة امبارح اكل الزفر، بس تاني يوم كده بتكوني متضايقة كده لما تاكلي اكل الزفر تاني يوم، فبتكوني عايزة اي حاجة حرشة تاكليها كده، فمش هتلاقي احلى من الشلولو تعمليه يا جماعة. طعمه جميل جدا. حطيت لها بقى شطة حمراء، ولازم بقى الشطة الحمراء بتديها مذاق حلو جدا. ودي خلصت معايا الشلولو، وفي دقيقة كده ما كملناش دقيقة خلصناه. ولازم بقى قبل ما تاكليه بنص ساعة تحطيه في التلاجة عشان المكونات كلها تندمج مع بعضيها كده، تحطيه نص ساعة ساعة كده في التلاجة، يبقى طعمه جميل جدا. ولازم بقى البصل يا جماعة مع الشلولو، مفيش بقى البصل الأخضر الأيام دي، فبصل عادي بتاع الصلصة بتاعتك، بتكسري بصلتين كده، حطيت عليهم ربع كوباية خل، وعصرت نص ليمونة، بتاكل بقى مع الشلولو طعمه جميل جدا. والليمون بقى روح الليمون هو الشلولو، وروح الليمون يا جماعة مذاقه حلو جدا بالليمون. وخلصت بقى الأكلة بتاعتي وأكلناها. عايزة أقول لك يعني الطبق خلص في وقته كده، وطعمها جميل جدا ومميز، وأتمنى تجربوه إن شاء الله هتعجبكم. وعايزة أقول لك كل اللي اشترك في قناتي اشتراكم على راسي، وأتمنى بقى أقدم لكم الأفضل. واللي لسه ما اشتركش أتمنى تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد عندي بإذن الله.
والشلولو بقى مميز لازم بقى بالعيش الشمسي بتاعنا الجميل. اتمنى تجربوه. ولو ما عندكيش العيش الشمسي لا بأي عيش تاكليه، بس هي مذاقها مميز بالعيش الشمسي يا جماعة. واتمنى تعجبكم بقى طريقتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.